بن رمضان انا مش مقتنع بيه. بص ممكن انا اقطعك في دي يعني. بن رمضان انا مش مقتنع بيه خالص من اول ما جه والله العظيم، عشان بس الناس اللي بتقعد انا كل واحد ليه وجهه. انا شايف ان بن رمضان عارف اسمها ايه، اوفر ريتد بالنسبه لي انا. لا يا راجل لا ما اعرفش انت عمل ايه بن رمضان، ايه الميزه اللي عند بن رمضان؟ يعني لما طلعت قلت لك ان فرجاني، او طلعت قلت ان فرجاني بن ساسي، فرجاني ساسي احسن منه بكتير، قال لك لا ده احسن من فرجاني. احسن فرجاني ازاي؟ فرجاني احسن من بن رمضان 20 مره 50 مره كمان يا اخي. انا بقول لك رايي في الكوره. انا فرجاني جامد، فرجاني جامد، فرجاني ساسي لعيب ممكن عايز تقول ان هو احسن من بن رمضان، قول. حبيته على حسام غالي بس يعني مش، لا بن رمضان برضه حاجه لمسته برضه. لا انا شايف ان بن رمضان لعيب عادي. الناس حطت عليه امال اكتر بكتير من امكانياته، يعني الناس حطت عليه حاجات مش هتحصل. لعيب عادي يعني تريزيجيه هيحصل، زيزو هيحصل، المكنه هتطلع قماش كده كده. لا هو زيزو اوريدي اكتر واحد يعتبر ماسك نفسه. لا يعني بس لسه، لا لسه المردود بتاعه لازم يبقى اكتر من كده، حتى جوان وكده يعني. بس مردوده لازم يبقى اكتر من كده، هيبقى وهيبقى اكتر، وهو هيعرف يعمل ده. بن رمضان انا حاسس الناس بتراهن على حاجه مش موجوده. هو طلع احسن ما عنده في كاس عالم، كاس عالم انديه. هو في كاس عالم انديه مش مطلوب منه يعني، خلاص مش احسن ما عنده ده، لو هو عمله هو 100 100. لا كله كان بيقول ان هو مش جاهز بدنيا، فالراجل ده جامد قوي. فانا كنت شايف ان بجد لو ده فعلا، انا ما اعرفوش، لو ده فعلا مش جاهز بدنيا وكده الكواليتي اللي هو شفته، ده هيبقى. طب يا سيدي هو جاهز كده زي ما هو كده جاهز كويس في كاس العالم، كويس جدا، لعيب كويس